اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا عن جديد بحلقه جديده لليوم واللي رح تكون كثير حلقه مميزه. خلينا نمسي على احمد. كيفك احمد؟ مساء الخير ديانا، يا اهلا وسهلا. مساء النور احمد، شو الاخبار؟ الحمد لله رب العالمين، انت كيفك؟ الحمد لله بخير. صدق. احمد اليوم حلقتنا رح تكون حلقه خاصه للنباتيين والفيجان، بما انه هيك كترانين شوي، فاليوم حبيت اعمل لهم شوربه الفريكه فيجان ونباتيه بدون لحم بدون دجاج، بس كثير كثير طيبه. ورح نعمل كمان كبه نيه بدون هبره بدون بطاطا بدون اي شيء يخليها تتماسك غير البرغل اللي هو رح يخليها تتماسك. بنشوف الطريقه سوا والمقادير اللي رح نحكي عنها. اول شيء رح يلزمنا لشوربه الفريكه، طبعا الفريكه بلدنا الاكثر من رائعه. رح يلزمنا لها فليفله حمراء، حبه جزر، تقريبا طبق صغير من البازيلا، وبصله كبيره. هدول هن بس المنتجات اللي رح نستخدمها، المواد اللي رح نستخدمها لشوربه الفريكه. بالاضافه لنستخدم ظرف بهارات مرق الدجاج اللي رح يعطيها نكهه كثير طيبه، ورح يخلي الفريكه هيك تاخذ شويه نكهات، لانه بما انه ما في عندنا دجاج او لحمه. طبعا اول شيء نحن رح نستخدم الفريكه لحتى تعطيكم طعمه طيبه. لازم تكون فريكه خضراء بلديه، فريكه محروقه على الحطب، مثل هالفريكه تمام، مثل فريكه بلدنا اللي كل الناس بتحكي عنها وكل الناس ممنونه منها، وبصراحه فعلا افضل ما في السوق. شوفوا لي هالفريكه، هي فريكه بلديه خضراء مقطوفه من على امها، مقطوفه من السنابل قبل ما تصفر، السنابل القمح قبل ما تصفر وتصير قمح بتنقطف لحتى تكون معنا خضراء بهذا الشكل. طبعا ريحتها غرام، الريحة غرام لأنه محروق على الحطب. هي ريحة الحرق كتير بتعطي طعمة طيبة للأكل، فإذا عملتوا الشوربة رح تحسوا بنكهة كتير طيبة، لأنه نكهة الحرق على الحطب هي اللي عم تعطيها هالطعمة الطيبة. بس في كتير شغلة مهمة، أنه الفريكة أنظف من هيك ما عاد تشوفوا، لأنه هي ما فيها أي حجر، ما فيها أي شغلات تانية، بس عبارة عن قشور السنابل. قشور السنابل لأنه بتتغربل السنابل وهي بقشورها، طريقة بلدية مثل ما كنا بنعملها نحن من زمان، فبتتغربل، فممكن نلاقي شوية قشور نحن بننقيها على مهل وما بيطلع لكم شيء تاني أبدا. شوفوا لي لونها، هذا اللون الفريكة اللي بيطلع معكم طيب. أنا رح أعمل لك غسلة كتير بسيطة بدون ما هيك أكتر وأروح الطعمة الرائعة تبعتها، وبعدين رح ابدا احطها. هي غسلناها هيك بالمي. بتعرفي شيف ديانا انه بزمانه كانوا اهلي يجيبوها بالشوالات الفريكه، قد ما انا طيبه انا كنت امسك هيك اكله نيه. ايه عن جد. كنت احس حالي غريب، طلعتي انت كمان تاكلي انا. إذا متابعينا، طبعا اليوم رح نحكي بشكل عام عن تطبيق بلدنا. بإمكانكم أنه أنتم تنزلوا التطبيق من المتاجر طبعا، وبإمكانكم أنه أنتم كسادة مستهلكين مباشرة تحصلوا على كوبون مجاني ب5 يورو. وايضا بالنسبه للساده التجار اصحاب الماركت، بامكانهم انه ينزلوا التطبيقات، يعملوا حساب بي تو بي او الحساب التجاري، ويحصلوا على كوبون مجاني طبعا ب50 يورو. نرجع لعند شيف ديانا. هلا انا رح اقلي للشوربه، رح نقلي شويه بصله مع الفريكه بزيت الزيتون. طبعا فيكم انتم تستخدموا اي زيت او ماده دسمه ثانيه، انا حبيت زيت الزيتون البكر المعصوره من العصره الاولى، هذا زيت الزيتون الطيب لهيك اكلات كثير. فانا رح اقلي فيه البصله اللي عندي، حبه بصله، وبنحط كمان معها تقريبا كوب من الفريكه اللي انا هيك غسلتها على السريع مشان الطعمه ما تروح منها، طعمه الحرق اللي فيها لانه كثير طيبه واكثر من رائعه. بنقليهم سوا هيك، وهي اللي بصراحه الشوربه كثير سهله وطريقتها ما بدها اي شيء، يعني حتى سريعه، ممكن قبل نص ساعه بس من الافطار بتقدروا انتم تحضروها بهالشكل. لانه انا بس قليتهم شوي رح اضيف لهم الخضره واضيف المي، وبتكون هيك عندي جاهزه. خلصت طبختنا؟ هيك هي اول طبخه خالصه. اول طبخه؟ ليش اليوم كم طبخه؟ عندنا طبختين اليوم. عندنا فريكه وشو كمان؟ رح الكبه النيه. احمد عندي كبه نيه بس اليوم خطيره،
كبة النية أنا هون عم بضيف الإضافات بدون ما أحكي، معلش الكاميرا عم تاخد. ضفنا الفليفلة، جزر، البازيلا لا ما رح أضيفها لأنه رح أعيفها للأخير بما أنه هي مستوية البازيلا اللي عندي. رح نضيف هلا المي اللي عندي ونعيفهم ليغلوا سوا ويستووا كلهم مع بعض، وبعدين رح نضيف بهارات مرق الدجاج. وهيك بتكون أول وصفة لليوم خالصة معنا. أسهل من هيك ما عاد فيه، بس شيء كثير طيب رح يكون. هلا رح نبدأ بالوصفة الثانية واللي هي رح تكون الكبة النية. أحمد في ناس كثير يا الله بسم الله، طبعا هذا الشيء اللي اسمه غدارة ما بصير بلا بالكبة. غدارة هذيك المرة سألت عليها وفي ناس كثير عرفوها. ما بصير الكبة النية، في ناس كتير بيحبوها بدون الهبرة أو بدون اللحمة النية معها، فاليوم حبيت أعملها بهالطريقة. بس في عنا شغلة مهمة، أنه أنا ما حطيت بطاطا لأنه البرغل اللي عندي برغل اللي حفرجيكم إياه. رح نجيب المقص. ممتاز. إذا أنا هون إجتني فرصة أني أذكر بالمسابقة متابعينا. اليوم رح ناخذ 3 أسماء. طبعا في شغلة رح أخبركم عليها بالمسابقة طبعا، لكن بعد ما تخلص شيف ديانا وتعطيني الوقت. أنا نسيت. ايه حكيت. نسيتك أحمد. حسبت لحالي بالبرنامج اليوم. حكيت الحمد لله. طيب أنا بس لبين ما هيك أجهز الأمور مشان أنت بعدين تاخذ الساحة كلها. طبعا البرغل اليوم ما رح نعمله بالبطاطا أو بالهبرة أو بأي شيء، لأنه البرغل اللي عنا برغل بلدي. هذا البرغل صمغته فيه مثل ما بيقولوا، عناصره الغذائية كلها فيه، فأفضل برغل يعني على وش الكرة الأرضية للكبة. كتير كتير رح تطلع معكم الكبة غير شكل، لأنه بيمسك دبق. هذا البرغل الدبق اللي ما بيفرط معكم. في كتير برغل ممكن يفرط معكم أو ما يكون منيح، لا هذا برغل بلدي عمقي منشف على الشمس على الطريقة التقليدية. كمان نحن رح ناخد كوب من البرغل هذا اللي عنا. طبعا نحن بمنتجات بلدنا عنا نوعين من البرغل، البرغل العمقي اللي لونه أسمر، والبرغل الأصفر كمان الناعم. بتحبوا الكبة بهذا البرغل، بتحبوا بهذا البرغل، اثنيناتهم نفس الشيء بس بيختلف اللون. فأنا رح أضيف للبرغل اللي عندي وأنقعه شوي بعصير بندورة، نص كوب من عصير البندورة. رح نضيف البصلة. ركزوا معي كتير كتير، اليوم الوصفة سهلة. رح نحط رشة من الملح. رح نحط معلقة لكل كوب من البرغل اللي عندي، رح نحط له معلقة من دبس البندورة أو معجون الطماطم. طبعا لازم تختاروا معجون الطماطم يكون سوبر، لأنه ليعطيها لون حلو كتير للكبة. الكبة هيك أحمد أنت بتحبها كاشفة غامقة، أنا بحبها هيك تكون غامقة ودابغة. أنا المهم أكل والله بصراحة ما بنتبه أنا شو لا لازم. هو الرجال كلهم هيك على فكرة. لا والله في رجال بحبوا بطنهم بنتبهوا. فلازم تكون كثيفة، لازم تكون حامضة، طعمتها طيبة. ورح نضيف كمان كوب البرغل اللي عندي معلقة كبيرة من دبس الفليفلة. دبس الفليفلة اللي بيجي بهذا الشكل دبس فليفلة بيتوتي، دبس فليفلة على أصوله. هذا دبس الفليفلة للكبة النية بتطلع معكم أكثر من رائعة. حتى ريحة دبس الفليفلة ريحة فليفلة يا جماعة، هي فليفلة مو مخلوطة شي تاني، هي فليفلة معمولة على الإيد بالطريقة البلدية. هلأ رح نجي لنضيف البهارات اللي عنا، بهارات جاهزة ما بدنا نخلط معلقة من هون ومعلقة من هون ومعلقة من هون. هي بهارات الكفتة أو بهارات الكبة النية اللي بتجي مخلوطة وجاهزة عنا. طبعا متابعينا بالحديث عن البهارات، هي مو مجرد انه انت رشه وخلاص راحت، يعني انه البهارات دائما كثير ضروري نعرف نحن نوع البهارات يلي عم ننتقيها. السبب ليش؟ بهارات بلدنا عم تقدم لك البهارات الفريش، البهارات يعني مانا المخزنه، البهارات يلي عم تعطيك طعمه البهار يلي على اصوله، يلي عم بتكون طبعا البهارات يلي هي تم اختبارها باهم مختبرات الالمانيه طبعا، وطبعا يعني من افخر انواع البهارات الموجوده، عم تعطيك الطعمه الحقيقيه للطعمه. فلما انت بتختار بهاراتك صح طبختك بتطلع صح، وبهارات كلها فريش وتازه. الحمد لله. بطلت احكي، دخليك تطبخ طبخه انت. ها خلص تفضلي. رح تضيف فليفله حمراء شوي،
هدول كنترول عم بيقولوا لك، ما احكي يا احمد بقى. الكنترول احكي طيب. دورك. رح نضيف للكوب، ركزوا معي نرجع بنعيد، احمد عم يخربطنا كثير. كوب البرغل ضفنا له معلقه من دبس البندوره، معلقه من دبس الفليفله، رشه معلقه كبيره من البهارات اللي عنا، رح نضيف معلقتين من دبس رمان بلدنا الحامض اللي هو كتير طيب مع هالكبه الطيبه. شوفوا لي هالصوص، هالدبس الرمان. ورح نضيف ليمونه، بكره ليمون بقشره، وبقيان عنا اخر شيء اللي هو الكمون. الكمون طبعا الفريش اللي هو طعمته كتير طيبه. انا الكمون دائما عم بحكي عنه، ما بعرف كني بحب الكمون طلعت. هو طيب يعني كل بهارات بلدنا. الكمون معلقه صغيره. الزيت اخر شيء بنحطه بعد ما بنحرك كتير بالاخير، بنبدا بنحط الزيت ونحن عم ندعك. هلا هي الكبه بس فيها شغله مهمه، انه نحن لازم ناكلها تازه، يعني نحن نخلصها بنقدمها بالصحن لحتى ما تنشف معنا، واذا نشفت بنرجع بنحط لها شويه زيت شويه مي وبنرجع عم ندعكها. انا هلا رح استاذن منكم لحتى ابدا بالجبل. طيب اذا متابعينا بالحديث عن التعليقات، نحن هون عم نشوف انا كثير ام احمد شكردي عم بتتابع طبعا معنا، صارت كثير ما شاء الله حاطه معرف العميل ابو احمد ايضا شكردي. ايضا بنشوف صبحي ابو دان، و ما شاء الله يعني فرح ابو دان، الشباب كلياتهم متابعين يعني ما شاء الله عليهم. هلا هون اجاني سؤال محمد كرزاية، مكتوب على البهارات شو المكونات؟ ايه اكيد طبعا البهارات كلها طبعاً. المخلوطه بيكون فيها مكونات موجوده. لما بيكون طبعا البهارات مخلوطه مثل ما قلت لك شيف ديانا، عم بتكون محطوطه المكونات بالكامل. لما عم تكون مكون واحد اكيد عم نحط المكونات واحد بعده لغات. ما تقولوا لي شيء البهارات، ما راح اقول لكم. بتدخلوا على التطبيق وبتشوفوا البهارات الكفته اللي موجوده وبتقروا عليها، لانه فيها كل التفاصيل البهارات بالتطبيق بلدنا. صحيح. اذا خلينا احمد نسلطن شوي. نسلطن؟ ايه يلا اذا حطوا لنا راديو بلدنا شوي، نفتح على راديو ونحن عم نعمل هالكبه. ايش رايك؟ بكرة الشتوية عالباب، الليمونة يا حباب، بدك قومة مصاري وهذا أنا عم نعمل له حساب. بكرة الشتوية عالباب، الليمونة يا حباب، بدك قومة مصاري وهذا أنا عم نعمل له حساب. قعدت تكتب لي فرمان وقعدت تقرم شي ساعة، وجاية من شغلي عدمان حطت لي بقلبي الطاعة. قعدت تكتب لي فرمان بركت تقرم شي ساعة، جاية من شغلي عدمان حطت لي بقلبي الطاعة. بالتلبة مدارية ومية فرنجي بلدية ومش عجوة لوزية وبتدلبني شغل الباب. بكرة الشتوية عالباب من ليمونة يا حباب. ومتابعينا ايضا بالعوده للساده يلي عم يتفاعلوا معنا، عم تقول عبير احمد اكيد الطعم بيكون جميل، اكيد يا عبير. ايضا السيد كان شوي عم بيقول لي محمد كرزه، عم بيصحح لي لانه انا من شوي قلت محمد كرزيه، هو محمد كرزه. اسفين يا محمد، طبعا بس الصيام له حق. فانا هلا اشوف يعني عم شوف ديانا، عم بشوف الكبه، عم بشوف الكبه، ما عم بشوف بس الكبه. انا بعد ما هيك حركت الكبه وعجنتها كتير، رح اضيف ابدا زيت الزيتون معها واتم عم بعجن لحتى تنهمس معي الحبه اللي عندي. انتم اذا ما عندكم مثل هالفخاره فيكم اي صينيه بس كتير بدكم تعملوا وتحركوا، او فيكم حتى تستخدموا ماكينه كبه، فيكم تستخدموا الميكسر او البلندر، اي شيء بتقدروا انتم تستخدموه لحتى البرغل ينهمس معكم بهذا الشكل. شايف يا احمد القوام؟ شوف لي، شوف القوام كيف. انا بدي اشوف الطعمه. انا عم بستنى تخلصي. ايه تكرم. ناخذ الرابح الاول، يمكن في ناس كثير عم تستنى. اذا متابعينا لليوم بس بدي نوطي شوي صغيره صوت الموسيقى. بدي احكي عن شغله كتير ضروريه اليوم، انه اليوم نحن رح ناخذ اخر 3 رابحين
اخر 3 رابحين استعدادا انه اليوم نحن رح ننهي المسابقه تبعيت رمضان، استعدادا للمسابقات جاي بعد شهر رمضان المبارك. بس نحن مستمرين معكم بالطبخ، مستمرين معكم بتقديم طبخات شيف ديانا طبعا. لذلك اليوم رح يكون اخر يوم للمسابقه، ضلوا معنا وبشكل دائم ترقبوا صفحتنا لتعرفوا كل جديد بشكل دائم. ننتقل لاول رابح لليوم، والرابح الاول يتقدم يتجاوز المدافعين، وعبد الهادي مارديني الهدف الاول. عبد الهادي مارديني والهدف الاول. اذا عبد الهادي مارديني شو هو؟ موظف شو؟ ايوه يا عبد الهادي، موظف بالشركه. نرجع من عيد، نرجع من عيد يا محمد، ما عندنا أبلاد، نرجع من عيد يا محمد، نرجع من عيد يا محمد. إذن موظفي الشركة خفوا علينا شوي. وراميا إبراهيم، راميا موظفة عنا كمان؟ لا الحمد لله خلص. راميا إبراهيم. إذن راميا إبراهيم بتسجل الهدف الأول اليوم معنا، ومنشوف شو رح تربحي معنا يا راميا. هزك يا أبو الهزوز. راميا وراميا كوبون. يلا 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 10 يورو. يا حرام كانت رايحة على الرابح الأكبر، يا حرام. ألف مبروك. راميا كوبون ب10 يورو. إذا بتاخديه طبعا ب10 يورو كوبون بيوصل على حسابك على تطبيق بلدنا. بإمكانكم اليوم إنه أنتم تنزلوا تطبيق بلدنا متابعينا مثل ما ذكرت من شوي، وتستمتعوا بعملية التسوق، تستمتعوا بالراديو. ايضا عم بيكون في كوبونات مجانيه، عم بيكون ايضا تستمتعوا بالشحن المجاني، ايضا عروض التوفير، ايضا العروض اليوميه، ايضا مثل ما ذكرنا كثير من الشغلات الحلوه رح تلاقوها بتطبيق بلدنا. نرجع لعند شيف ديانا لحتى نشوف وين صارت بعمليه الدعك. انت تركتك من اول حلقه عم تدعكي. احمد لسه بدي اضل لاخر حلقه ايش في؟ بتطول. لا بس شوفوا الكبه كيف طبعا ساعدتني كثير هالفخاره والغداره اللي عندي. انا هلا ببدا بقيم هدول الليمون لانه انا اخذت طعمه الليمون الطيبه. هيك. وهلا شوفوا لي هالعجينه كيف صارت معنا. هي ما لها هبره، ما لها، ومثل ما ذكرتي قوامها ضل متماسك، ما بيفرط. وهيك اخذت كل الطعمات بدون ما ننقع على البرغل بالمي ونروح طعمته. اخذت طعمات البندوره والفلفله ودبس الرمان. ويا عيني يا عيني على صحن كبه نيه اليوم على سفرتكم. هلا انا جاهزه عندي، بدي اطبق صحوني. اذا انت عندك شيء يا احمد بدي اعرف لك المجال لتحكي. يا عيني يا عيني. اذا معناتها متابعينا بنروح للرابح الثاني، لنشوف من هو الرابح الثاني ضمن تشكيلة الرابحين لهذا اليوم. والرابح الثاني نورهان خوجة. إذا ألف مبروك لنورهان خوجة. إذا بنشوف نورهان خوجة شو رح تربح معنا اليوم. نورهان خوجة. نورهان 1 2 3. نورهان يا نورهان حتربحي ايه يا نورهان؟ نورهان وكوبون ب20 يورو. كادت ان تصيب الرابح الاكبر. كوبون ب20 يورو. برافو يا نورهان، كادت ان تصيب الرابح الاكبر. يا حرام هيك عم بتلاطفها ملاطفه للرابح الاكبر. إذا كوبون ب20 يورو لنورهان. ألف مبروك يا نورهان. طبعا بيوصل لعندك الكوبون على حسابك بتطبيق بلدنا. طبعا بنرجع لعند متابعينا. نورا يا طبعا عم تستمر بشكل دائم اشتراكات. نحن مثل ما قلنا لكم دائما تابعوا صفحتنا على الفيسبوك متابعينا بشكل دائم. نحن في عنا شغلات جديده ومسابقات جديده. طبعا بعد شهر رمضان المبارك ان شاء الله رح يكون في مسابقه باذن الله لحتى نشوف بس شو هي الترتيبه الجديده اللي نحن عم نحضر لها هلا بشكل طبعا قادم. شيف ديانا خفي على الطاوله ترى تكسريها شوي. لا عن جد ترى هذا مو تمثيل. ها انت عم هلا شوف انا بدي ابدا اعمل العجينه القطع اللي متعارف عليها. ما حبيت اليوم نعمل لها اشكال وشغلات. طبعا انتم بتقدروا بالشيء اللي انتم بتحبوه بتقدموه، بس انا حبيت اقدمها على اصولها بالشكل اللي متعارف عليه. بنلت ايدنا بشويه مي بارده وبناخذ قطعه من هالعجينه وبنعملها هيك
بهذا الشكل. عيني. ايدنا كلها مي، وبعدين بنضغط على الضغطه تطلع معنا بهذا الشكل. يا عيني راحت. يا عيني يا عيني يا نعمل عيني. وحده ثانيه، يا عيني. بنرجع ايدنا بالمي البارده. شايفين القوام كيف؟ كأنية بالهبره. احمد احكي لهم للمشاهدين. بطل احمد يحكي. حول ولا قوة الا بالله. يعني متابعينا انا شلون متحمل والله ما بعرف. الحمد لله الحمد لله. ابا بقى بطل. خلص انا حكيت. تفضلي الهواء اليك. طيب هم، وهي الوقطعه الثالثه وعملناها بهذا الشكل. أنا العجينه كتير كتير حلوه، قوامها اكثر من رائع، وطعمتها وريحه البهارات اللي فيها كتير طيبه. رح نطلع فاصل عشان احمد ما يحكي، وبنرجع لكم لنبدا نطبق الاطباق وبنرجع لكم. شوف لي هالطبق يا احمد، شوف لي. لسه عم تقول انك متحمل ومتحمل. طبق شيء عن جد يعني اليوم طبخاتك بدي اتحمل اجباري. اليوم الطبخه كتير كتير رح تعجبكم، وما بدها كتير شغل، بس هيك شويه دعك يعني. رح نحط لها دبس الرمان الطيب الحامض من دبس رمان بلدنا، وبتكون اول وصفه معنا صارت جاهزه. اخذوا لي المخللات، رح اجيب المخلل وارجع لكم لانه كتير طيبه. سندويشه كبه نيه مع شويه مخلل. متابعينا طبعا بالحديث عن الطبخات اللي عم بتقدمها شيف ديانا، انا كمان في عندي شغلات بدي اقدم لكم اياها طبعا من بلدنا. شوفوا لي هي الغريبه، يعني نحن بنقول لها غريبه سنيورا طبعا. شوفوا لي اياها، تفضل فرج. يا عيني على الغريبه، كثير انا بحبها. يعني مع فنجان قهوه. يا عيني. من قهوه بلدنا مثل ما قلنا، البن الهندي. البن الهندي يعني مو بن برازيلي، البن الهندي. ناهي يعني. هاي الكاميرا اللي عم تاخذني ما ليش بحس انه في عندك كاميرا تاسعه عم تاخذني ونيك، ما بعرف يعني. هلا هون صرنا. اذا متابعينا البن، حسيت حالي هندي لانه عم بطلع عليه ما عم تاخذني. اذا متابعينا من بن بلدنا يلي عم بيجي مطحون تازه لعندك مباشره، في معهال، في بلهال. انت كيف تقولي بهال ولا بلهال؟ والله هاي الاكسترا. يعني تفتح ريحه على قولة ديانا، بتعبي الدنيا الريحه. يعني ما رح احكي، بالتطبيق بتشوفوها في ال200 في ال400 وفي ال1 كيلو. جربوها وتعاد، ما رح لكم اكثر من هيك. وانا رح افرجيكم هالمخللات الطيبه. المخلل كله حامض عم بيقرش. طبعا في عده انواع كمان، فيكم تدخلوا على التطبيق لتشوفوا اطيب المخللات بانواعها المختلفه، من المشكل للخيار للقزميه للحار لكل بدكم اياه. هي المخلل هي حاره هيك جنب سندويشه الكفته، سندويشه الكبه النيه. بتحطوا لها دبس الرمان، وبتحطوا لها، لا تنسوا الخس، بتحطوا لها خسه، خلص وحده من هاي، وبتلفوا السندويشه. المصور وراه الكاميرا خلاص راح. طيب وهلا رح ابدا بسكب الشوربه الاكثر من رائعه. على فكره الشوربه هي كلها طاقه، كلها فيتامين، وكتير طيبه لانه فيها طعمه الفريكه رائعه، والالوان متناسقه، يعني حتى الاولاد رح يحبوها، وسهله كتير. قلت لكم هي عباره عن تطبيق بس. يا عيني يا عيني يا معنا عيني. اطيب شوربه فريكه. هيك وصفاتنا لليوم جاهزه. نحن يمكن بقي لنا الاسم الاخير ولا الاسم الثالث قبل ما اختم معنا. ها اوكي. بناخذ الاسم الثالث لليوم، والرابح الثالث معنا لليوم. شو اسمه؟ خلينا نشوف الكنترول شو رح يطالع لنا. الاسم الثالث لليوم على التوالي، وماذا سيكون أو ماذا سيكون نصيبه في تطبيق بلدنا؟ دعاء مروان قدوح. اوه برافو دعاء، برافو. بظن هي من المتابعين اللي كثير. انا بشكل دائم بتابع. ايوه انا بشوفك كثير عم بتعلقي. برافو يا دعاء، مبروك. برافو. ان شاء الله حظك مع بلدنا يطلع حلو. رح نشوف دولاب الحظ كيف رح يربحك، وخصيبة المجانية اللي رح تربحيها معنا. حتربحي ايه يا دعاء؟ يا دعاء يا دعاء حتربحي ايه يا دعاء؟ حتربحي ايه يا دعاء؟ يلا يلا 20 يورو. برافو دعاء. عم تتناغم. رابح الاكبر بس
ما في مجال. للاسف. ألف مبروك، قسيمة شرائية بقيمة 20 يورو، كوبون مجاني طبعا، بتقدري تستخدميه بتطبيق بلدنا أثناء استخدامك أو طلباتك للمنتجات. نحن هيك خلصنا الحلقة لليوم وخلصنا طبخاتنا لليوم اللي هي كبة نية للفيجان والنباتيين، كبة بدون هبرة وبدون بطاطا، بس بالبرغل البلدي اللي على أصوله، وشوربة الفريكة اللي أطيب شوربة بتذوقوها لأنه بفريكة بلدنا المحروقة على الحطب البلدية الخضراء. إذا متابعينا شكرا كثير لكم، لاحقين تفوكسوا على الأكل يا شباب المصورين، أنا فهمان عليكم والله فهمان عليكم. ما بتوقع حدا يقدر يعني، هلا بس خلصنا أنا رح آخذها ما حدا يزعل. لا هي الكبة إلي اليوم. حذرتي والله صار لي ساعة عم بدعق. بشتريها منك شنو. إذا متابعينا لهون بنكون ختمنا حلقتنا لليوم، انطرونا بكره بنفس التوقيت أنا وشيف ديانا لنشوف بكره شو مجهزت لنا وشو محضرت لنا. بنشوفكم بكره وباي باي. باي باي. ما حط موسيقى للساعة على الهواء. مدرية ومية فرنجي بلدية ومش عجوة لوزية وبالتلة بنشغل الباب بكرة الشتوية عالباب من ليمونة يا حباب بدك توبة مصاري هذا اللي عم نعمل له حساب من ليمونة يا حباب وبدها جبنة مشلشلة وقد المنة مسنرة وبدها فريكة مفلفلة وبرغل عدس مجدرة بدها جبنة مشلشلة وقد المنة مسنرة وبدها فريكة مفلفلة وبرغل عدس مجدرة ولا تنسى لي الياباري ودبس الرمان الخاري وكم تنكة سمن طواري وشوال السكر للشراب